السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم كب كيك وقالب كيك بالكراميل. اول حاجة انا ولعت البوتاجاز، حطيت الطاسة هنا سخنت، هنزل بكوباية سكر. تمام، هسيبها تتكرمل، مش هقلبها ولا اجي ناحيتها خالص، هسيبها تتكرمل مع نفسها. ماشي، وما قلبتهوش ولا جيت ناحيته لغاية ما بدأ يسيح معايا كده اهو. السكر بدأ يسيح معايا. انا هتني ايدي فيه كده وموطيه عليه خالص عشان انا مش عايزاه لا يديني لون بني ولا يتحرق مني. انا عايزاه بس السكر يتكرمل اللون الذهبي. اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي فيه. خلاص كده السكر كرمل معايا، هنزل بمكعبين زبده عليه وهي تسيحه اهي. بعد كده اكون مجهزه عندي معلقتين نشا مع كوبايه ميه او حليب زي ما انت عايزه، بس انا عاملاه في ميه. تمام. لا بقى على بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده هيسيح دلوقتي، مش علشان خاطر كتل معايا كده ان مش هيسيح، لا، دلوقتي هيسيح كل الكلام ده كله هيسيح مع بعضه. بصوا حبايبي، انا عشان خاطر النشا، في نشا بتبقى نوعها حلو وفي نشا بتبقى نوعها مش حلو. فانا لما استخدمت النشا اللي عندي ده طلع ان هو حلو، فلما حطيت معلقتين تمام لقيته تقل معايا قوي. كنت مزوده ربع كوبايه، نص كوبايه لبن او ربع، هي ربع كوبايه مع نص كوبايه ميه، يعني 3/4 زودتهم هنا. تمام. فانتي حطي معلقه، انتي جربي الاول في نص معلقه. انا يمكن ديت كويس ان هي جت معايا كده عشان اقول لكم ايه يعني اللي بيقف واقف معايا. تمام. فانا استخدمتها فالحمد لله يعني. برضك حاولت ان انا صلحتها. انت استخدمي معلقه على كوبايه معلقه نشا على كوبايه ميه، تمام، على كوبايه سكر عشان تعملي الكراميل ده كده. تمام. انا بقى هركنها على جنب وهنشوف هنعمل ايه تاني. دي هنا الخلاط، هنزل فيه كوبايه سكر، بيضتين بحراره الغرفه ما يكونوش خارجين من التلاجة وتستخدميهم، كوبايه الا ربع زيت. تمام. وكل المقادير السائله بنزل بيها، معلقتين خل. اضرب كل الكلام ده ببعضه وبعد كده هنشوف هنحط ايه تاني. ضربت هنا السكر مع البيض مع المقادير كلها اللي حطيتها. خلاص بعد السكر ما داب شويه معايا، هنزل بقى بكوبايه الا ربع لبن وهرجع اضربه كمان ضربه. انا هنا حطيت 3 كوبايات دقيق بنفس الكوبايه اللي انا عايرتي بيها كل حاجه، اللي هي كوبايه الشاي. الكوبايه اللي تعايري بيها تستخدمي بيها كل المقادير بتاعتك. هنزل بمعلقه كبيره، اللي هو الكيس بيكنج باودر معلقه كبيره. تمام. رش كربونات صوديوم. ماشي. انا هنا نسيت احط مع البيض الفانيليا. تمام. انا هنزل بيها واخدها لفه في الخلاط تاني اهي. خدت تذكرتين ورقتين فانيليا. تمام. هاخدها ضربة بس في الخلاط وبعد كده هحطها على المواد الجافة دي. هقلب بقى كل المواد الجافة دي اهي، البيكنج باودر مع الكربونات الصوديوم والدقيق. هنزل بقى بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط كله كده. ولما تيجي تقلبوا الكيكة، خدي جنب الكيكة من جنب واحد علشان خاطر، وتاخديها من تحت لفوق بالراحة كده عشان الهواء بتاعها ما يخرجش منها. لما تاخديها في اتجاه واحد تقوم تخلي الكيكة معاكي ناجحة وحلوة. تمام. اهيت. انا كده خلاص اهي ضربتها بالمضرب. تمام. الخليط ناعم معايا اهوت. انا حطيت كده يبقى مع 3 كوبايات دي، والمقادير دي اخدت مني كوبايه وربع لبن، يعني اخدت مني كوبايه وربع كامله. يعني انا حطيت 3/4 الاول وبعد كده حطيت النص التاني، يبقى كوبايه وربع. هنزل بمعلقه، المعلقه بتاعتي دي صغيره، فانا هنزل باتنين، يعني بمعيار معلقه من بتاعه الاكل حراميه كاكاو. وانا قسمت الخليط نصين، نص هنا ونص هنا. تمام. عشان هعمل بالشوكولاته وهعمل بالكريمه اهوت. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. هنزل كده. ماشي اهو. ماشي. ده قالب انجليش كيك. ممكن تعملي انت في صينيه، مالكيش دعوه باللي انا بعمل فيه. ممكن تعملي انت في صينيه.
شوكولاته مكعبات ماسكاها مقطعاها زي ما انتم شايفين كده مكعبات، هي جايه في النص وعامله كده. هي جايه تاني بقى نازله كده. انا هنا خلاص فضيت الخليط زي ما انتم شايفين كده، هي جايه عامله كده اهي. ماشي، هدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن. انا هنا بقى علب الكب كيك دي جبتها، بحط في كل واحده كده في كل كوبايه معلقتين اللي هما بالكريمه. انا عملت دولت قبل ما اصور. وهاجي جايه هنا حاطه واحده شوكولاته كده، هنا كمان برضك كده واحده. وهاجي جايه بقى جايبه الكراميل اللي انا عملته معاكم في الاول خالص الهدي معايا، هاجي جايه نازله هنا كده 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 كده. بعد كده واحدة تاني كده. متملهاش قوي علشان خاطر هترفع في الفرن. مهم. نمسك ده كده. انا عايزه اقولك ديت للاطفال هتبقى جميله جدا، او انت رايحه الشغل تاخدي معاكي واحده او اتنين. مهم. من على الوش بس كده، ما تنزليش عندي عشان الكراميل ما يخرجش، بس تديها شكل كده اهي كده اهي بس كده. انا هكمل بقى التانيين دولت ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا الكب كيك بعد ما خرج من الفرن حطيته في الفرن واستوى، بس انا لسه مخرجاه دلوقتي فسخن مش هقدر اعمله. لكن القالب بتاع الكيك انا طلعته فاقطعه معاكم دلوقتي، هو هدي هقطعه معاكم دلوقتي. بس يعني هو مهديش قوي قوي، بس يعني ايه اللي هو ينفع اقطعه. تمام. انا هحطه هنا كده على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم قد ايه هو مستوي وشكله جميل. بصوا بصوا الشكل بتاع الكيكه كده. بصوا الشوكولاته كده انا قطعتها معاكم اهي. الشوكولاته مكعبات الشوكولاته اهيت في النص اهي. ده كمان اما تهدى، ده بصوا البخار طالع منها وانا مقطعاها ولسه حتى سايحه على السكينه. تمام. اول ما هتنشف، اول ما هتهدى خالص وتاكلوها بقى تاني يوم كده او بعد ما بعدها بساعتين، هتبصوا تلاقي مكعبات الشوكولاته دي بتقرمش كده وطعمها جميل. حكايه جميله. جربوا بنفس المقادير اللي انا عملتها معاكم دي ان شاء الله هتنجح. انا عايزه احاول حتى انا هنا ورق الكب ما كانش مكفي معايا، فعملت ورق فويل، فاحاول افك من دي يمكن اعرف افكها معاكم. والله سخنه قوي. بس انا عايزه اوريكم على حاجه الكراميل، بس دي عشان سخنه انا مش عارفه اطلعها. جربوا بنفس المقادير الكراميل، بس هو الوحيد اللي انا حطيت معلقتين نشا بيرجع لنوع النشا. طلع نوع النشا اللي انا جايباه نوع حلو جدا، فالمفروض كنت اخدت منه معلقه واحده بقيمه معلقتين من النشا اللي هو بيبقى مش قد كده. فانت لو عندك النشا اللي بتجيب من عند العطار او النشا اللي هو ما بيبقاش نوع حلو، ممكن تستخدمي منه معلقتين.
في نوع نشا جميل انا المفروض كنت استخدمت النهارده معلقه، بس انا بكرم انا محتاجاه لحاجات كتيره جدا. تمام. فان شاء الله باذن الرحمن امشوا بنفس المقادير هتطلع معاكم الوصفه جميله والحاجه جميله. واستخدمي الحاجه في بيتك احلى ما تجيبي من بره بغلا ولا حاجه غاليه. يعني كب كيك زي ده هتلاقيه يعني معدل 5 جنيه او 10 جنيه. طب وعلى ايه؟ انا هتعملي الحاجه في البيت انت المستفيده وعيالك مستفيدين وحاجه نظيفه. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكوا كل جديد مني. وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.